السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد في قناتكم اكسوتيك. معاكم شادو، والنهارده هنلعب 7 ديدلي سينز. النهارده هيبقى الهاي سكور والفاست كلير تيم بتاع البوست باتل الجديد هوك. ان شاء الله هنبقى توب، زي ما انتم شايفين كده 11%، يعني توب 12% او توب 10. انا لسه كنت بجرب بس التيمات. آه، ان شاء الله هحاول اعملها فري تو بلاي على قد ما اقدر. مش هيبقى فيه كولابس كتير، مش هيبقى فيه شخصيات فيستيفال كتير. ويلا بينا نخش على الفيديو على طول وارجع لكم بعد الانترو. ورجعت لكم تاني بعد الانترو. دلوقتي هو ده التيم اللي انا كنت بتست بيه. يعني هو في كولاب واحد وما فيهوش يعني فيستيفال كتير فيه، بس ارثر. التيم ده مش هو ده التيم الوحيد اللي تقدر تلعب بيه. في كذا تيم تاني في الرانكينجز، كذا تيم تاني في ده هاكر، سيبك منه. التيم ده يعني من معظم الناس بتلعب بيه زي ما انتم شايفين كده، بس هو في ميكاسا ورا و اسمه ايه قدام جريس. ففي اتنين كولاب، فمش فريندلي، مش فري تو بلاي خالص ولا فريندلي يعني. انا اصلا معيش ميكاسا عشان تبقوا عارفين، فمش هقدر اتست التيم ده. بس في تيمات تانية بتجيب سكور عالي زي ما انتم شايفين كده، الانجلز تيم. زي ما انتم شايفين كده بيتعمل بيه برضو شغل عالي. اعتقد كده ان انا هبقى هجرب الانجلز تيم كمان. بس ايه، هجرب التيم اللي معايا ده الاول، وهغير. بدل ما انا حاطط ناناشي في الباك لاين، هحط يكون ايه، حد بيدي بيزك ستاتس. مش عارف هيبقى مين لسه. لسه انا بخش اجرب معاكم يعني، ما ببقاش محضر حاجه. ممكن نحط جوليان عشان بتدي انكريز اتش بي. هتبقى حلوه جدا بصراحه في الوضع ده. فممكن نحطها كده ونخش نجرب جيم، نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ال ال الباسيفز والتشالنجز هوريها لكم من جوه الفايت دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده، الباسيف بيقول لك use ultimate move 3 times و clear with a fairy hero in the team و remove 10 debuffs from allies using a skill with a purify effect and clear without anyone dying. ميشنات سهلة بصراحة، مش محتاجة يعني. انا في العادي ببدأ بعمل ميرج عشان يبدأ ارثر يجيله الكيوس كنترول، وبعد كده بضرب سنجل تارجت بتاعة زينيري عشان ابدأ استكل الباسيف بتاعة جريس. وبعد كده الفيز دي فيها جيمك، كل فيز فيها جيمك. الفيز دي بتعمل اكسترا دامج في الاي ويز، والفيز الجايه بتعمل اكسترا دامج في السنجل تارجت. زي ما انتم شايفين كده، هو بيبدا يستاك الباسيفز بتاعته. كل كل اسمه ايه، كل اوتو اتاك بتحط دي باف مختلف، فانت مش هيبقى عندك مشكله في موضوع الديبافات دي. انا نسيت اقول لكم، انا حاطط هنا ساريال لينك، ومش حاطط تارميال لينك غير على جريس، عشان ما يعملهمش ديسيبل. عشان انتوا زي ما شايفين كده هم بيتعمل لهم دي باف، فمش عايز اعمل لهم ديسيبل. هبدا عادي، هقوم ضارب الاثنين اي وي عشان اعمل ماكس دامج، وهضرب الكلينز عشان ابدا كلينز الدي بافس اللي عليا. بصراحة أنا مش شايف أرسنال يعني هو المين كاركتر المفروض يبقى هنا. أنا ممكن أحط أي هيومن دي بي إس تاني يكون بتعمل له دي، عشان أنتوا عارفين أرسنال بيكلينز الدي بابس، فدي مش حاجة كويسة عشان أبدأ أقدر أكلير الميشن بتاعتي اللي هي كلينز دي بابس دي. بتبقى رخمة شوية، عشان بعد ما بيبدأ السكند تيرن ما بتبقوش يحطوا دي بابس كتير. زي ما انتم شايفين كده بيحطوا واحد نوع واحد دي باف اكسبلوجن. مش عارف بقى بقية الديبافات بتروح فين بالظبط. بس زي ما انتم شايفين كده ارثر بيقوم كلينز على طول، فانا مش قادر اعمل حاجه معينه. هبدا اضرب الاي وي بتاعت ارثر. عشان ايه؟ زي ما قلت لك الجيم بتاع الفيزيك ان انت لما تضرب اي وي بتعمل اكسترا 見くび دامج. ってもらっては وايه 困る。 هموت بالكروت كده عشان ابدا ايه ينزل لي التات. انا مش هخرج من الفيز دي غير لما اضرب الت جريس والت ارثر. فما تقلقوش يعني، مش هضرب الت زينيري لانها بتدي بارير، والبارير بيمنع الديبفات، وانا عايز يتحط عليا ديبفات. بس زي ما انتم شايفين كده انا ما نزليش ولا كلينز جارد، فالموضوع هيبقى رخم شويه. بس الموضوع ده ان شاء الله مش هيبقى سيء يعني. اعتقد الكارت ده بيعمل في الليفل 3 بتاعه بيعمل كلينز. فانا هشيله معايا، هفضل شايله معايا او محرك كده. お前を撃つ。あ、
ننزل له كلينزاية اهي اخيرا. هنكلينز، واعتقد كده هيبقى 10 دي بافس. اعتقد الكلينزات دي هتروح اصلا مع بداية الجيم. لا لا تمام. كلينز، وهضرب الاي وي، وهقوم عامل ميرج كده بجريس عشان ينزل الالت بتاعت النكست تيرن. كده كده الالت دي هتخلص عليهم. كده مليون وشوية دامج. اعتقد كده احنا عملنا ال 10 دي باف كلينزز ولا ايه؟ لا لسه. مش مشكلة. الفيز دي بقى هي اللي بتبقى فيها ال الدمج بتاع السنجل تارجت بيبقى عالي شوية. فخدوا بالكم، انا عايز ابدا استكل الالت بتاعت ريس عشان اضربها، عشان زي ما شايفين المكنيه بتاعت التيمت 3 تايمز دي تبقى رخمه شويه. بس انا الحقيقه ما نزليش كلينز جارد، ده موضوع سخيف شويه بس مش مشكله. نصيحه ليكم، لو جالكوا ليفل 3 من الكارد ده ما تضربوهاش، لانها بتعمل نوت اميونيتي، فمش هتعرف تكلينز البفات قوي. زي ما شايفين كده انا محافظ بس على الكروت. احنا كده عملنا الميشن بتاعت الكلينز زي ما انتم شايفين كده، واحنا عامل ميرج عشان ينزل الالت. وهبدا استاك الالت بتاعت ارثر كمان. اول ما يجي ترني هضرب الالت، واقوم محرك كارت ارثر كده يمين وشمال عشان يجيب الالت بتاعته زي ما انتم شايفين كده. هقوم محرك كارت ارثر يمين وشمال. مش هضرب قوي عشان السنجل تارجت دي ممكن تقتل، وانا بصراحه مش عايز اقتل دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده خلاص. هبدا احرك الكارت بتاع ارثر ده ينزل لي الالت. هضرب الالت، هضرب السنجل تارجت هتقتل. زي ما انتم شايفين هو بيعمل سكيلة كده بتعمل له هيل، بتبقى رخمه شويه بس مش يعني مش اسوأ حاجه في الدنيا. زي ما انتم شايفين كده رحنا عملنا ميرج، هنزل لنا الالت، هنضرب الالت وهنضرب السنجل تارجت. بعد ما اضرب طبعا الليفل 3 زي ما قلت لكم اسمها ايه، الليفل 3 الباف كارد، عشان اعمل اكسترا بوينتس. وزي ما انتم شايفين كده ده كده هيبقى الكلير. وكمان نسيت اقول لكم ان الليفل 3 بتعمل ريموف دي بافس، فانتوا لو واقعين يعني في مش راضي يجيلكوا كابتن سيناريو ليفل 1 عادي. ممكن لو جالكوا كروت كتير من الكروت بتاعت جريس هتقدروا تعملوا ريموف دي باف برضه، بس هيبقى رخم قوي لانه بيدي دي باف اميونيتي. فدي خليها اخر حاجه يعني في دماغك. انا كده خليكم زي ما انتم شايفين الدمج بتاع المليون وشويه ده بيبقى قوي شويه. انا جايب 5000 وشويه سكور بالتيم ده. اعتقد ال 5000 وشويه سكور ده يرانكوك 11 12% او 9 كمان اهو زي ما انتم شايفين كده 9%. فده تيم يعني كويس الحقيقه، مش وحش ابدا. هنجرب بتيم تاني. هغير ارثر وهحط اسكانور زي ما انتم شايفين كده، وهغير مش عارف، ممكن اغير زينيري او ممكن اغير جريس، بس ما اعرفش لسه هغير لمين. آه مش عارف الحقيقه. احنا ممكن نحط الانجل ستيم، نجرب الانجل ستيم مننا هنا. ممكن نجرب الانجل ستيم كده زي ما انتم شايفين. اشيل بس سمايل، احط لودو فرونت لاين، واغير ليز دي، احط ليز الفيستيفال التانية عشان بتدي بيزك ستاتس. وهحط في الباك لاين حد بيدي اتش بي للتيم. اعتقد هتبقى اسمها ايه اسمها ايه اللي شبه ليز دي، اللي هي كانت من الفيلم ايلات. اسمها ايلات بس مش دي، هتبقى التانية الخضراء. جرين ايلات فين؟ جرين ايلات. جرين. طب نعمل سيرش بالاتريبيوت كده. ايلات ايلات ايلات، مش لاقيها. مش لاقيها والله، مش عارف ليه. وانا اتعميت اهي، عشان بتدي انكريز بيزك ستاتس. فالبيزك ستاتس في الفايتات دي بيبقى كويس. احنا مهمتنا في الفايت ده نبدأ نستاك اعلى بيزك ستاتس ممكن نستاكها، نعمل البريفايز والحاجات، ونحط الاكسترا اتاك بتاع تارميل. احنا هنبدأ هنضرب ايه الاتاك انكريز بتاع تارميل، والديباف بتاعت مارجريت، والاي وي بتاعت ليز. نبدأ بقى نستاك الباسيفات بتاعت مارجريت وبتاعت ليز. كده الاي وي بيعمل دامج عالي شويه، فخدوا بالكم ما تقتلوش كده لما تبدأ تستاكل باسيف كويس. زي ما شايف كده الدامج عالي قوي.
نزل لنا باف كارد كتير جدا، دي حاجه كويسه مش وحشه بصراحه. ده انا يعني بشحت على الباف كاردز دي في النايت هود باتل بوس. قولوا لي تحت في الكومنتس انتوا ايه عايزين اعمل فيديو عن النايت هود باتل بوس كل اسبوع ولا لا، عشان ابقى عارف برضه. هضرب الاي وي بتاعت مارجريت، وهقوم ضارب ايه الباف سكيل عشان ابدا ريموف الدي باف زي ما انتم شايفين كده، وهقوم ضارب سنجل تارجت كده بساريال تارميال سوري. انا مش عارف هما متارجتين ليز، فالباسيف بتاعت تارميال مش شغاله كويس. انا هشوف لما اخرج كده الاتش بي بتاعهم قد ايه، بس يعني زي ما انتم شايفين كده الباسيف بتاعت ليز شغاله. الله اكبر، نزل لي باف كارد ليفل 3. طبعا الباف كارد ليفل 3 دي بتديك يا جماعه اسمه ايه ده ستاتس عاليه قوي، وبتديك بوينتات عاليه قوي. اي باف كارد ليفل عالي بيديك بوينتات عاليه جدا. هتشوفوا لما استخدمها هنا في الشمال هتلاقي السكور بتاع البوينتات عالي قوي. فايه هبدا هقوم محرك الكارت كده، هضرب الباف كارد بتاع ساريال، وهقوم ضارب الليفل 3 باف كارد بتاعت مارجريت. احنا كده بنستاك الباسيف بتاعت やはり مارجريت، この وبنستاك 器 الباسيف は بتاعت 上物だ。 ليز. الاثنين اعتقد ليز فول ماكس اعتقد ستاكس، مش هيبقى فيه اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده نزل لنا الت. مش هستخدم الالت دي عشان ما اضطرش الترن الجاي ابدا استك من الاول، فهستخدم الالت دي. هضرب الاي وي وهستخدم الالت، وبعد كده هضرب الاي وي بتاعت ليز. اعتقد دي هتقتل. زي ما شايفين كده الدمج ضعيف جدا وتعبان، مش محتاجين تقريبا اي حاجه. احنا هنبدا ايه بس هنضرب ايه الالت والباسيف، وهنقوم ضاربين الاي وي بتاعت ليز. هتبقى كفايه قبل ما تقتل. ممكن كمان الحمد لله ان الالت هتتضرب. زي ما شايفين الدمج عالي قوي، كان مليون وشويه في اي وي ليفل 1. فده كان موضوع سهل قوي بصراحه. الانجل ستيم في معظم البوست باتلز بيدوا بوينتات عاليه عشان الستاتس بتاعتهم. فنصيحه مني ليكوا الانجل ستيم بتنوه كويس. استثمروا في يو ار جيرز عشان هتنفعكم. طبعا اتش بي ديفنس هتبقى احسن حاجه في البوس باتلز، عشان انت محتاج اتش بي كتير عشان يديك بيزك ستاتس كتير عشان تبدا تاخد بوينتات اعلى. فنصيحه ليكم ابداوا بس تستاكوا الحاجات دي. عملنا ديسيبل. انا مش لسه ما عملناش البتاع بتاعه الدي بافس، فهنستول تيرن. هنضرب كده الاي وي دي، وهبدا احرك الكارت بتاع ليز عشان اخد الالت بتاعتها، وهقوم ويست الاي وي دي. ان شاء الله ما تقتلش. لا مش هتقتل الاي وي، انا بتعمل دامج قليل شويه. انا عايز بس يحط لي ده معمول له ديسيبل كمان عشان احنا ممكن نخلص من غير ما نعمل اسمه ايه بقى. ما اعتقدش هنقدر نعمله. فانا هضرب ايه الالت، واقوم احرك الكارت ده كده. مش عارف اعمل ايه بصراحه. احرك الكارت ده اضرب الاي وي. عايز اضرب الالتات بس اعمل الانيميشن بتاعت الالتات. فهستاك اي الت تانية منهم وهي هبدا اضربها. اعتقد كده هستاك الت واحده. الالت بتاعتي المفروض بتعمل دي بفصل الالت دي، بس مش عشان الترميل الموجود. اعتقد كده هحط ترميل التاني، مش عارف. فهضرب زي ما انتم شايفين كده الباف كارت بتاع مارجريت والباف كارت بتاع ساريال، وهقوم مش عارف اعمل ايه. معايا كروت كتير قوي. احنا ممكن نخلص الجيم كده دلوقتي، بس مش عايز انا اخلصه دلوقتي. انا عايز ابدا اضرب الالتات بس. طول ما انت بتطول ومفيش مشنات بتقول لك ما تطولش عن كده، انت كده بتاخد بوينتات اكتر. بس لما بتطول قوي زياده عن اللزوم بتبدا البوينتات تقل. فخدوا بالكم من الموضوع ده. لازم يبقى عندكم زي سنسور كده يقول لكم انتوا ليه طولتوا قوي وما طولتوش قوي، ايه النظام. فاهمني؟ هو بيبدا يعمل يعني بيعمل ديسيبل لنفسه، الديبافس ما بتتحطش علينا. فخدوا بالكم من الموضوع ده. انا هضرب بس ايه الحاجه دي عشان اجيب الالت بتاعت تارميل واضربها، وبعد كده اضرب السن طريقه الويس بتاعت ويس. تمام زي الفل، ما قتلتش. وي طبعا مش هتقتل ان شاء الله. مش هتقتل. هنضرب الالت عشان نبقى عملنا المشن بتاعت الالت، وهنقوم ضاربين سن التارجت الليفل 3 بتاعت ويس. فاعتقد الفيديو ده هيبقى طويل شويه، 12 دقيقه. اللي كمل معايا لحد دلوقتي شكرا جدا على دعمك ليا. و
يعني بشكركم ان انتوا بتعملوا لي كومنتات، انا بحب كومنتاتكم قوي، بحب اتفاعل معاها. اي حد محتاج اي حاجه يبعت لي في الكومنتس، انا هرد عليه على طول، مش هتاخر عليه ان شاء الله. آه بس هو ده كان الكلير زي ما انتم شايفين كده. معرفش البوينتات اللي هناخدها كام، احنا البوينتات اللي خدناها الراوند اللي فات كانت 5000 وشويه، اعتقد دي برضه هيبقى 5300 برضه، مش وحش ابدا. ما عملناش الريموف 10 دي بافس بس عشان الهوك كان بيعمل ديسيبل لنفسه كل شويه. فاعتقد كده انت لو حطيت تارمي للتاني هيبقى احسن بكتير. والتيم بتاع الهيومنز ده مش وحش ابدا، انا كنت هجربه بس كده الفيديو هيطول عنكم، هيطول عليكم جامد، وما بحبش انا اطول الفيديوهات. بدل اسكانور هنا هتحط ارثر، الكيوس ارثر الجديد، وده هيبقى التيم. حاول ما تضربش الليفل 3 بتاع دريس، وحاول تلاقي يعني تستول لحد ما ينزل لك دي باف باف سوري باف دي باف كانسل كارد من زيناري. وبس هو ده كان الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتس. وسلام.